مع فصل الشتاء بزيد طلبنا على الحلويات، وكمان الحلويات اللي بتحتوي على القرفة، اليانسون، الشغلات العطرية هاي الطيبة. اليوم رح نحضر كيك التفاح، كيك لذيذ بنكهة القرفة وفيه قطع من التفاح وجوز عين الجمل. رح أحضر هلأ الوعاء الكبير اللي بدي أحضر فيه خليط الكيك، فوقه مصفاية ناعمة. ببدأ أولاً بتحضير الخليط الجاف، وهي خطوة جداً مهمة. عندي هون كوب ونص من الطحين، استخدمت الطحين متعدد الاستعمالات. نص كوب من النشا، النشا كتير بيعطي هشاشة وخفة للكيك. في حال ما حبيتوا تستخدموا النشا تستبدلوا مقدار النص كوب نشا بنص كوب طحين. معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، رشة ملح صغيرة أقل من ربع معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة قرفة. طبعاً لو ما كنتوا بتحبوا نكهة القرفة ممكن نستغنى عنها، بس كتير بتلبق طعمة القرفة مع طعم التفاح والجوز. بنخل المكونات بس عشان أفوت فيها كمية منيحة من الهواء ويطلع عندي الكيك هش وخفيف. رح أخلط المكونات الجافة مع بعض شوي. هيك صارت عندي المكونات الجافة جاهزة، رح أرفعها على جنب ونحضر المكونات السائلة. رح أستخدم بوصفة اليوم بريق الخلاط، ممكن نستخدم الخفاقة الكهربائية أو حتى اليدوية. رح أضيف أول إشي فيها حبتين بيض بدرجة حرارة الغرفة، نص كوب سكر، دايما بحب تكون كمية السكر متوسطة، معلقة صغيرة من الخل الأبيض بيقضي على زنخة الكيك أو البيض وبعطيني هشاشة ولون أبيض فاتح، معلقة صغيرة فانيلا سواء استخدمنا البودرة أو السائلة، نص كوب من الزيت النباتي، نص كوب من اللبن الرايب أو الزبادي أو اليوغرت. اللبن بالكيك بيعطيها طراوة جدا شديدة، بتطلع نكهتها كتير طيبة. آخر إشي رح أضيفه هو كوب واحد من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة. رح أخلط باستخدام هذا الخلاط لمدة 5 دقايق لحد ما يتضاعف عندي حجم المزيج، بصير لونه فاتح ويتعبى بالفقاعات. بعد ما انتهيت من خلط المكونات مع بعض، شوفوا كمية الرغوة أو البابلز، الفقاقيع اللي صارت عندي جوا الخليط. هذا بيعني إنه الخليط صار عندي متجانس ووصل للمرحلة اللي بدي إياها. نرجع هون للخليط الجاف اللي حضرناه، رح نصب فوقه كل مكونات الخليط السائل. هلأ رح أبدأ أحرك باتجاه عقارب الساعة، حركة واحدة لبين ما تتجانس معي المكونات ويختفي معي الخليط الجاف تماماً. أهم إشي إنه ما نفرط بخلط مزيج الكيك حتى ما يصير عندي معجن ويطلع منه الهواء. بعد ما انتهيت من استخدام الخفاقة اليدوية، ضروري جدا إني أستخدم سباتيولا أو معلقة وأتأكد إنه المزيج انخلط تماما. شوفوا هذا الطحين بيكون بقاعدة الوعاء، الويسك أو الخفاقة اليدوية ما بتقدر تاخده كامل. رح نحضر قالب الكيك، دهنته بالزيت ورشيته بالطحين كتير منيح وصار عندي جاهز. رح أصب خليط الكيك، بوزع خلال صب خليط الكيك بكل أنحاء القالب بهالشكل حتى يرتفع معي من كل مكان بنفس الارتفاع. هلأ بيجي دور استخدام التفاح. عندي هون 3 حبات متوسطة من التفاح أو حبتين كبار، قشرتهم وقطعتهم لمكعبات بهالشكل. ممكن نقطعهم لجوانح أو قطع أكبر من هيك أو دوائر، ممكن زي ما بتحبوا. طبعا عشان أحافظ على لون التفاح يضله فاتح زي ما هو، ضفت معلقة كبيرة من عصير الليمون وحركت التفاح بعد ما قطعته، بيضله أبيض حتى لو ضل لمدة طويلة بهالشكل. رح أرش التفاح على وجه الكيك. أنا فضلت إني أقطعه قطع صغيرة حتى ما يغلبنا وقت الأكل والتقطيع. بتأكد إنه التفاح توزع كتير منيح، بإيدي رح أضغط ضغطة صغيرة بس حتى أفوت القطع مع خليط الكيك شوي لجوا. وهلأ بدي أضيف لها نكهة مميزة وكتير طيبة بتلبق كمان مع نكهة التفاح. ربع كوب من جوز عين الجمل، كسرته بإيدي تكسير خشن ورح أوزعه على الوجه. طبعا الجوز اختياري، نقدر نستغنى عنه. نقدر كمان نضيف أي نوع من المكسرات اللي بنحبها مثل الزبيب مثلا، أو المكسرات الجافة مثل اللوز أو الصنوبر. الأشياء اللي بتشوفوها مناسبة وبتلبق مع الخليط ممكن نضيفها. رح أخبز الكيك بالفرن المحمى مسبقاً على الرف الأوسط، درجة الحرارة 180. ممكن الكيك يحتاج معانا بالفرن من 35 ل 45 دقيقة. بعد هيك رح نطفي النار ونضويها من فوق بس لنعطيها وجه ذهبي خفيف. وهيك بعد ما انتهينا من تحضير هالكيك، شوفوا شكلها قديش رائع، ريحتها كمان كتير طيبة بتشهي. رح أتركها تبرد بحرارة الغرفة، بعدين بنقدمها مع بعض.
خليت الكيك تصير عندي بدرجة حرارة الغرفة، يعني شوي لسه دافية. طلعتها من القالب، حطيتها بالصحن اللي بدي أقدمها فيه. اختياري للوجه عندي هون حليب مكثف محلى أو حليب مركز أو نسلة. حطيته بكيس حلواني، بس راح أقص الطرف. طبعا نقدر نصبه مباشرة، أنا بحب كيس الحلواني بيساعد بضله أنظف وأرتب. وراح أزينها بخطوط من الحليب المكثف المحلى على الوجه، منه بعطيها نكهة طيبة ومنه كمان شكل حلو. هلا وقت نقدمها، هاي الكيكة طيبة وهي دافية، كمان ممكن ناكلها لما تبرد. على الحالتين رح تكون بتشهي. نستخدم سكينة إلها أسنان عشان ما تخرب معنا قوام الكيك، وبنبدأ نقطعها ونقدمها مباشرة. بصحن التقديم رح نحطها مباشرة، واللي بحب يضيف عليها من الحليب المكثف المحلى حتى نزيد من النكهة الحلوة اللذيذة. تعالوا هلأ نجربها سوا. ما شاء الله، هشاشة الكيك وطراوته رائعة جدا. الفضل برجع لاستخدام اللبن، الخل، مكونات كتير أعطت طراوة شديدة للكيك ونكهة بتشهي.